في أكتوبر 2014 فجأة حصلت حريقة في فندق سياج في منطقة اللبيني، والحريقة أكلته كله. الفندق اتحول من بعدها لوكر للمجرمين. يبان إنه مهجور بس مليان بلطجية وقتالين قتلة. في ناس جربت تستكشف المكان على سبيل المغامرة وما خرجتش، وكمان ما لقوش جثثهم. الفندق مليان حفر خطيرة جدا ومناور للأسانسيرات، وفي من اللي دخلوا وخرجوا قالوا إن المكان مرعب ومقبض. حسوا بأجواء مش مريحة، كأنه مسكون من الإنس والجن. بتحصل في الفندق جرايم، ده غير المدمنين اللي ساكنين فيه، وكان من غير الآمن إنك مجرد تمشي من جنبه بالليل. يقال إن دلوقتي الوضع اتغير وبقى فيه سلسلة من الإصلاحات جوه الفندق، لكن حقيقة اللي بيحصل جواه لسه لغز محدش عارف يحله لحد النهارده. مين كان عارف إن الشغل بعد الفندق ما يبقى مهجور وميت هيبقى أصعب بكتير من لما كان مفتوح وبيشغي من الزباين؟ حارس الأمن الليلي فارس استلم شغله سنة 1999، من أيام ما كان في عز شبابه، ومن أيام ما كان الدولار ب4 جنيه. كان عنده يدوبك 25 سنة. كان متحمس جدا، وده علشان قبلها ما كانش لاقي أي شغل. الدنيا كانت مقفلة معاه على الآخر، وهو مش من النوع اللي ينفع في أي شغلانة، وما كانش كمان واثق إنه هينجح كفرد أمن. لكن طلعت الشغلانة مظبوطة عليه. كان أحسن حارس أمن يمكن في مصر كلها. في الأول كان متوتر جدا وشغال مع حراس أمن أكبر منه، كانوا متبنيين وبيعلموه مفاتيح الشغل. شوية شوية أخد على الجو واتعلم بسرعة. دماغه في العادي مقفلة، مش نبيه قوي، لكن أول ما يلبس بدلته ويقف على باب الفندق الحواس بتاعته بتصحى، ويبقى فايق ومصحصح، ويشم ريحة الزبون اللي مش تمام أو بيعمل أي مخالفة من على بعد. كان بيعرفه من نظرة عينيه وحركته، من ريحة العرق بتاعته. يمكن يكون شايل حاجة من المحظورات أو عامل عملة مش قد كده جوه الفندق، أو واخد معاه حاجة من الأوض اللي كان المفروض تفضل مكانها. كان بيعرفه بمجرد ما يشوفه. كان من أكتر الناس اللي مبسوطة وفخورة بشغلها. النوعية دي اللي بتعمل شغلها بحب وعندها شغف بيه، بغض النظر عن الفلوس اللي بياخدها، واللي كانت في البداية فلوس قليلة وبعدين كترت وبقى ياكل الشهد، علشان ما بقاش بس بيعتمد على المرتب الشهري، ده كان بياخد إكراميات قد الدنيا. والوضع فضل يتحسن ويتحسن، وفارس كل مدى بيتعرف أكتر، وبقى من أهم العاملين في الفندق لحد سنة 2013. اليوم ده يوم 12 يوليو 2013 هو الخط الفاصل ما بين عهد وعهد. عهد مزهر ومشرق، في زحمة وضحك وحوارات وأشكال وألوان من الناس من كل جنسية، ومطبخ وأكل وأوبن بوفيه فيما لذ وطاب من مختلف مطابخ العالم والوصفات المختلفة، ولوبي عظيم وموظفين بيشغوا وزوار رايحين جايين. وعهد الرماد. الساعة 12:03 بالليل، بعد استلام فارس الشفت بتاعه بتلت ساعة بس، بيبدأ الحريق في فندق من أشهر فنادق مصر في منطقة اللبيني. شعلة صغيرة مش معروف مصدرها ولا ابتدت منين، اتحولت في مفيش لشجرة نار كبيرة، لغابة من النار المتوحشة اللي محدش عارف يقف قصادها ولا قادر يسيطر عليها. وفي أقل من ساعتين اللون الرمادي بقى هو الحاكم على الأرض الجرداء دي، الأرض اللي ما فيهاش أي حياة. المطافي قدرت تطفي النار، لكن كان الفندق اتحول لخرابة، ومن ضمن مئات البشر اللي كانوا في الفندق من موظفين لنزلة ما نجاش من الحريق غير 23 شخص. من الدار للنار. أمير، الولد الوسيم أبو 15 سنة اللي طول عمره مركز في دروسه ولعبه وأصحابه والسايبر والموبايل والفيديو جيمز، فجأة اتحط في أول امتحان حقيقي في حياته. هيعمل إيه علشان يساعد أبوه وأمه في المحنة اللي هم فيها؟ أبوه كان معرض إنه يدخل السجن، وده علشان كان كاتب على نفسه وصل أمانة، وجه ميعاد التسديد بس مفيش فلوس. الفلوس دي كانت جزء من مصاريف المدرسة بتاعت أمير، والحقيقة إن أمير ما كانش مطلوب منه حاجة. كل الحكاية إن المرة دي الموضوع وصل للولاد، لأمير وأخوه الكبير. ياما دقت على الراس طبول، وكل سنة الأب والأم كانوا بيعملوا المستحيل علشان يجمعوا مصاريف المدرسة والجامعة وما يحسسوش الأولاد بأي أزمة.
أصلها فيها كلبشات والقلق زاد، وسمعوا باباهم ومامتهم بيتكلموا في الموضوع. الأخ الكبير سالم عمل الصح، عمل كأنه ما يعرفش حاجة علشان ما يزودش الحمل على أهله، وقال يستنى يشوف الأوضاع هترسى على إيه، وفي نفس الوقت نزل بهدوء يدور على أي شغل ولو جزئي، يقف بقى في محل موبايلات يبيع إكسسوارات موبايل، ولا محل هدوم، ولا يراجع أي ورق فيه دراسات لحد قريب من مجاله. اتصرف بذكاء. أما أمير فاتصرف بجرأة، أو هو كان فاكر كده. افتكر في قعدة مع واحد صاحبه كانوا بيتكلموا عن مشاهير التيك توك، المشاهير اللي فجأة بقى ليهم جمهور وفي سن قريب منهم بسبب فيديوهات جريئة ومواضيع تجذب الناس. صاحبه قال له إنه يعرف بشكل شخصي واحد منهم، ياسر فورتيكا. أمير ما كانش مصدق. ياسر فورتيكا مرة واحدة؟ ده واحد كده ما بقالوش شهور على السوشيال ميديا وخصوصا التيك توك، وفيديوهاته مكسرة الدنيا. بيتكلم عن مواضيع سبايسي شوية، جرائم قتل، ظواهر غريبة، أماكن مسكونة، قصات شعر وبراندات كمان. القعدة ما خلصتش إلا وأمير خارج منها بفكرة، ليه لأ؟ ليه ما يبقاش هو كمان إنفلونسر؟ يبقى مشهور زي المشاهير دول، وكمان يجيب فلوس كتير يساعد بيها أهله، يعمل لايفات بقى تجيب ملايين المشاهدات والجنيهات. فضل طول الليل سهران بيقلب في الأماكن الغامضة والمسكونة لحد ما في مكان بعينه شده. حس إن المكان ده اللي عايز يتكلم عنه، فندق السفرة المحروق في منطقة اللبيني، الفندق اللي اتحرق من غير سبب معروف من 13 سنة. هو ده. لكنه مش هيعمل زي الباقي. الفيديو بتاعه مش هيبقى مجرد حكاية مثيرة عن المكان وتاريخه والقصص اللي بتدور حواليه، ده هيعيش الناس التجربة بنفسهم وهو معاهم. هيروح على هناك وهيدخل وهيصور، وعلشان محدش يوقفه ما قالش، مفيش بني آدم غيره كان على علم باللي هيعمله. تاني يوم على طول وقرب نص الليل اتوجه على هناك وقال لأهله إنه هيبات عند واحد صاحبه كان متعود من وقت للتاني يبات عنده. اتأكد إنه موبايله مشحون على آخره والباقة متجددة وكله تمام، ومعاه فلوس المواصلات اللي هتوديه وترجعه، ومسافة الطريق كان وصل قدام الفندق. الفندق ضخم، حيطانه متشبعة بالأسود والرمادي، مهجور. كان شاف فيديوهات كتيرة عن ناس دخلت الفندق وشافت أهوال، ودول اللي حكوا عن اللي شافوه. أما الجزء التاني من الناس اللي دخلوا فما خرجوش أصلا من الفندق. أخد نفس عميق ورفع الكشاف اللي جابه معاه واستعد يدخل. انت رايح على فين يا أخ انت؟ ما حسش بأي حد قبلها. الراجل ده طلع له منين ومن فين ما يعرفش. كان لابس يونيفورم وكاب، مليان شوية وباين على هيئته حارس أمن. اتوتر وما بقاش عارف يرد يقول ايه. ما كانش عامل حساب ان في حارس أمن هناك. والله أنا كنت. الحارس قرب عليه أكتر ووجه كشاف ليه وقال: تمام، انت جاي تستكشف المكان زي اللي قبلك، العيال المقاطيع اللي كل شوية يترموا علينا. داخل، وفيها ايه؟ فارس سرع من خطواته لحد ما وصل له وبص له بغيظ وقال: داخل تضرب ايه بقى يا حبيبي؟ ولا لسه هتقابل اللي هيجيب لك الهباب اللي هتضربه جوه؟ اضرب ايه؟ انا داخل اشوف المكان واتمشى. تتمشى؟ فاكرها نزهه اياك، ده الداخل مفقود والخارج مولود. ماليش دعوه، انا عايز ادخل. نبرة فارس بقت اقل حده، حواجبه اتفردت بعد ما كانوا تمانيتين وقال: هو انت هنا لوحدك؟ والله العظيم، ومش هقابل حد ولا هعمل حاجه غلط. طب تعالى اقعد معايا شويه. فارس راح بيه لقدام الباب الرئيسي مكان ما بيقعد، قرب كرسي تاني جنب كرسيه وشاور له يقعد عليه. بص الأمير وابتسم وبعدين سأله: ها يا أخ، عندك كام سنة؟ عندي 15. صغير، بس برضو لأ، اللي قدك واصغر منك بيطلع منهم العجب، ياما شفت منهم. انت بقى من اللي فضلوا صغيرين ولا كبروا قبل أوانهم؟ مش فاهم قصد حضرتك. مد ايده وضربه ضربة خفيفة فوق صدره وضحك وهو بيقول: يبقى لسه صغير. اسمك ايه بقى يا معلم؟ أمير. الله، عاشت الأسامي. تعرف، أنا كان ليا ابن وكان من سنك كده، أصغر منك ب3 سنين، بس سابني ومشي. راح فين؟ معرفش، وأمه كمان طفشت، أكيد خدته معاها. ما تعرفش راحوا فين؟ فارس سرح قدامه وبعدين رد: انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ جاي اغير جو، سمعت قصص عن الفندق وشدني وقلت اشوفه بنفسي. طيب ليه مش بتبصلي وانت بتتكلم؟ فارس اشتغل سنين كتير في الامن وكان عبقري في شغله لدرجة انه كان بيقدر يشم الكذب. في رأيه الكدابين ليهم ريحة،
غير إن ليهم لغة جسد مميزة، زي أمير مثلا اللي كان بيتهرب منه علشان بيكذب ومش قادر يبص في وشه. تعرف يا أمير أنا شغال أمني هنا بقالي قد إيه؟ أمير حرك كتافه ومردش، وفارس كمل: من يجي معرفش، من كتير قوي، من سنة 1999. ياه، من 26 سنة؟ فارس معلقش وقال: في شوية خبرة كده بتيجي مع الشغلانة، وخبرتي بتقول إنك بتكذب عليا. أنا مش بكذب، أنا بس ما قلتش الحقيقة كاملة. طب وإحنا ورانا إيه؟ الليل لسه صغير ولسه في أوله، قول أنا سامعك. أنا أهلي عندهم مشكلة وعايز أساعدهم، قلت أدخل الفندق وأشغل اللايف على تيك توك علشان أجيب فلوس كتير وأديها لهم. فارس بصله بخبث وقال: بقى أنت عايز تساعد أهلك، مش تتشهر وتلم معجبين مثلا؟ بص، أنا معرفش إيه التوك اللي أنت بتقول عليه ده، لكن اللي أعرفه إن المكان جوه بيبلع البني آدمين ومسكون من الإنس والجن. أمير بلع ريقه بالعافية وقال: مسكون من الإنس والجن؟ التوك ده شبه الفيسبوك مش كده؟ طب إيه رأيك أقدم لك عرض بديل؟ أنا هحكي لك شوية قصص عن اللي بيحصل جوه وعن تجارب اللي دخلوا، وتذيع أنت القصص دي، لكن بشرط ما تدخلش. أمير فكر ثانية وبعدين رد: تمام، اتفقنا. ومن غير فارس ما يحس، أمير شغل الموبايل وفتح لايف على تيك توك وابتدى التصوير. في ليلة من ليالي الحر الشديد في عز شهر يوليو، اتقلب الليل نهار. النار بقت زي الشمس في لهيبها ونورها، وما كانتش بتشبع، عمالة تاكل في حيطان الفندق وفي الناس، وأنا واقف عاجز بره الفندق مش عارف أتصرف. أول مرة أحس بالعجز خلال سنين شغلي. بسمع صريخ الناس ومش عارف أنقذهم، لحد ما سمعت صوت طفلة بتبكي. وقتها بقى ما قدرتش، خوفي عليها اتغلب على خوفي على نفسي. دخلت وسط النار والدخان ولمحتها. الأرض من تحتي كانت بتغلي، حسيت بجزمتي بتدوب وجلدي معاها، لكني وصلت لها وشلتها وخرجت بيها. البنت فاقت وسابتني وجريت الله أعلم فين، وأنا سرحت في الحريق. فضلت متسمر ودماغي فاضية ومش مستوعب اللي بيحصل، عيني بتلمع بلهيب النار اللي قدامي، لحد ما المطافي جت وطفت الحريق. كأنها كانت نهاية العالم، القيامة خلاص هتقوم بعدها، صريخ الناس وعذابهم وبعدين سكوتهم، معرفش إيه فيهم مفزع أكتر. أنا كنت فاكر إن اللي قبل كده كان شغل، لكن الشغل الحقيقي ابتدى لما الفندق انتهى. فضلت أجي في ميعادي قبل نص الليل علشان أحرس الفندق، مع إن ما بقاش في حاجة يتخاف عليها ومش محتاج حراسة، أو ده اللي أنا كنت فاكره. وكام ليلة بس والتعابين بدأت تزحف. أشكال ضالة بيتسللوا جوه الفندق علشان يضربوا مخدرات وكمان يبيعوا. كنت بقفش منهم اللي بقفشه، وفي منهم اللي بيزوغوا مني. وفي ليلة لمحت 3 عيال ومعاهم بنت. البنت شكلها غلبان وشبه مغمى عليها، كانوا بيجروها جر. دمي فار وجريت وراهم وقلت هنقذ البنت دي، يعني هنقذها. بس هم كانوا سبقوني لجوه. دي كانت أول مرة أدخل للعمق ده من وقت الحريق. سامع أصواتهم كأنه صدى صوت، من اليمين شوية ومن الشمال شوية، مش عارف أميز اتجاهاتهم. ماسك كشافي وبلف بيه زي المجنون. الفندق أصله كبير قوي زي ما انت شايف، وبعد الحريق اتحول لمتاهة أكبر. فضلت أجري في الاتجاه اللي أحس إنه الصح، وفي النص أغيره، أطلع دور فوق وأنزل دور تحت لحد ما وصلت لهم. وشي كان في وشهم، وفي لحظة اترعبوا وسابوا البنت واتفرقوا، خافوا مني بطريقة مبالغ فيها. جريت ورا واحد فيهم، في لحظة كان فوق، وفي اللحظة اللي بعدها نزل لسابع أرض، وقع في حفرة من الحفر. هو أنا ما قلتلكش؟ أكتر حاجة مرعبة مش الإنس ولا الجن اللي ساكنين، لأ، الفندق نفسه والحفر اللي فيه، واللي سببها الحريق اللي أكل أجزاء من الأرض وساب فراغات، ده غير المناور الصغيرة اللي كان بيطلع من خلالها أسانسيرات واللي برضه مخفية. أهو صاحبنا ده كان أول ضحية للفندق. الأرض بلعته وسمعت صريخه، ما كنتش مميز وقع فين بالظبط. من الخضة فضلت متجمد مكاني وعاجز، وبعدها سمعت صوت صريخ واحد تاني، وجسمي تقيل بيخبط جامد كأنه وقع من على ارتفاع. ولمحت من خلال الكشاف ظل واحد بيجري ورايا بأقصى سرعة. ده كان التالت بتاعهم، الوحيد اللي نجا،
وده علشان لحق نفسه قبل ما يقع هو كمان ولا يتوه، وخرج من الفندق وساب البنت. قربت بعتذر ليها وأنا مسلط عليها الكشاف وقلت لها قومي يا بنتي، مشي وخلاص، قومي خرجي من هنا. ما عملتش رد فعل، كانت دايخة على الآخر. كررت تاني قومي خرجي يا بنتي، ما ردتش. وفي الآخر صبري نفذ وزعقت قومي من هنا بقولك. وقتها بس انتبهت، كانت مرتبكة وبصت حواليها وبعدين قامت بالراحة مشيت ناحية المخرج. أنا طبعا كنت بوجهها وبزعق فيها علشان تمشي في المسار الصح، وكنت بوجه الكشاف على الأرض وإيدي بتترعش علشان موضوع الحفر ده اللي ما كنتش أعرف عنه حاجة. والحمد لله خرجت بالسلامة. الميزة الوحيدة في الموقف ده هو إني اكتشفت الحفر والمناور والأراضي المتهالكة، ومن ساعتها وأنا بدأت أحفظ أماكنهم، وبقى جوه دماغي في خريطة لكل الفخاخ والمسارات. أمير عينيه وسعت ولمعت من التحمس، وفارس ضحك بلقمه وقال ها أكمل؟ أيوة طبعا كمل كمل. كان في واحد دخل المستشفى وهو مفشفش، كدمات وجروح في كل حتة وفاقد للوعي. فضل ساعات عقبال ما قام، وطقم الممرضين مع الدكتور قدموا له العناية المناسبة. وأول وش شافه لما فاق كان وش الممرضة سمية. سألها أنا فين؟ قالت له أنت في المستشفى، بس ما تقلقش أنت بقيت كويس، صاحبك هو اللي جابك ومشي، أنت وقعت ولا اتضربت ولا إيه اللي حصل لك؟ ما كانش عارف يتحرك، كان بيبذل طاقة رهيبة علشان يتكلم، وقال لا ما اتضربتش. فهي ردت طب خلاص ما تتعبش نفسك، قل لي أكلم مين من أهلك علشان يجي يشوفك؟ ما تكلميش حد. قال كده وبدأ يفتكر اللي حصل له. افتكر إنه وقع في حفرة جامدة وقت ما كان بيتجول في الفندق المحروق، فندق السفرة. ما كانش لسه لحق يدخل، ويدوبك كام دقيقة ووقع، وصاحبه اللي كان معاه هو اللي جابه أكيد. سمية لما سمعت اسم الفندق اتنبهت وعينيها لمعت، أصلها كان نفسها تدخله من زمان. ياما عدت عليه وهي في طريقها للمستشفى ووقفت متسمرة ومنبهرة بحجمه وبهرجته اللي باينة برغم الدمار ده، غير القصص اللي سمعتها عنه. وكان نفسها تعيش مغامرة حقيقية تكسر الروتين وتتحدى نفسها ولو مرة في حياتها. الشاب اللي اسمه باهي لقط تحمسها ده من غير ما تتكلم، وعرض عليها تروح معاه بعد ما يفوق من اللي هو فيه. قال إنه ملحقش يتجول فيه وناوي يكمل استكشافه. في البداية رفضت، مين الجريب ده اللي تروح معاه؟ وبعدين هي كانت ما بين إنها نفسها قوي تخوض المغامرة وما بين إنها خايفة ومش متجرأة تاخد الخطوة. ومشي باهي، وسمية لقيته سايب ورقة صغيرة في الأوضة اللي كان فيها مكتوب عليها نمرته وملاحظة بتقول إنها لو غيرت رأيها تتصل بيه في أي وقت. يفوت يوم وسمية تاخد أجرأ وأغبى قرار في حياتها، تكلم باهي وتقول له إنها عايزة تدخل معاه الفندق. يتفقوا على الميعاد ويروحوا، وراحوا على 10 بالليل ومعاهم صاحبة سمية اللي مرضيتش تدخل واستنتهم بره. سمية كانت متحمسة ومتوترة جدا في نفس الوقت، دخلت وضحكتها بتجلجل، لكن الضحكة انطفت جوه. انت خايفة ولا ايه؟ سألها باهي بضحكة خبيثة لما دخلوا. أول مرة كانت تحس إن ملامحه مرعبة، ضحكته بتبين كل أسنانه اللي لونها أصفر كأنها مدهونة. اتجاهلته وفضلت مكملة مشي. بعدها بشوية سألها انت قلتي حاجة؟ ما ردتش عليه برضو، أصر وسألها تاني قلتي حاجة؟ ردت عليه وهي بتجز على أسنانها ما قلتش حاجة. حواجبه اتعقدت وكان باين عليه الحيرة. بعدها بشوية فجأة وقف، وجه الموبايل لوشها فغمضت عينيها وكانت منزعجة من تصرفاته. من أول ما دخل وهو بيحاول يرعبها، بس هو ما كانش بيوجه فلاش الموبايل لوشها، كان بيوجهه للي وراها. الحاجة اللي شافها وخلته مبرق وثابت زي الصنم باستثناء صوابعه اللي بتترعش زي الجيلي كانت حاجة مخيفة وفوق كل تصور. هي بينها وبين نفسها كانت متخيلة إنه مصر يعمل فيها المقلب بدم تقيل قوي. ما صدقتش غير لما حست بنفس قريب منها، نفس بينفخ في رقبتها. اتلفتت ببطء وساعتها خرجت منها صرخة هزت المكان كله. صاحبتها فضلت مستنية ساعة واتنين وتلاتة ومحدش منهم خرج. البنت ما كانتش عارفة تتصرف ازاي، ما لقيتش غير انها تستنجد بالناس في المنطقة حوالين الفندق، وانا ساعتها كنت وصلت. ما كانتش شايفاني، بكلمها كأني هوا. الله يعينها هي كانت في حالة انهيار. انا دخلت مع الناس اللي دخلوا وفضلنا ندور على سمية وباهي وما كانش ليهم اي اثر، كأن الارض بلعتهم. ننده برضو مفيش،
حتى إن الشرطة وصلت وعملوا بحث مكثف، لكن للأسف ما وصلوش لأي حاجة. يعني إيه؟ راحوا فين؟ شوف انت بقى، مش بقولك أرض الفندق بتبلع الزوار وتفوت سنة ورا التانية والتالتة وأكون أنا جوه في مطاردة لجماعة شمحطجية وأوصل لحد منور معين أسلط ضوء جواه ولاقي جثتين مرميين أول مرة أشوفهم. قلت أكيد جداد، لأني بقيت تقريبا بمعدل كل ليلة بتجول في الفندق علشان أطرد اللي كانوا بيتسلوا فيه وما كنتش شفتهم قبل كده. انشغلت عن الصيع اللي كانوا بيجروا مني ومعرفتش اختفوا في أنهي داهية، بس في واحد فيهم اتسمر جنبي، عينه وسعت على الآخر وهو باصص على الجثث وهاتك يا صريخ. في كام واحد كانوا معديين جنب الفندق سمعوه ودخلوا يشوفوا المنظر وبلغوا الشرطة. الجثث اتاخدت للمشرحة. عارف لقيوا ايه يا أمير؟ لا مش عارف لقيوا ايه. الجثتين دول كانوا بتوع باهي وسمية اللي اختفوا جوه من كام سنة. وهنا كان في علامتين استفهام كبار. الأولى إنهم ما بنوش قبل كده برغم عمليات البحث المكثفة، والمكان ده عدينا عليه أكتر من مرة وإحنا بندور عليهم. والنقطة التانية إن جثتهم كانت طازة. طازة يعني إيه؟ يعني تقرير الطب الشرعي قال إنهم ماتوا يا دوبك من ساعات مش من سنين. الجثث كانت لسه سخنة وما اتحللتش. مش فاهم كانوا فين يعني وإزاي ما اتحللتش؟ أهو زي ما بقولك. هو ده طيب ليه علاقة بالأصوات اللي سمعها باهي وكان فاكرها سمية واللي شافوا وراها ورعبوا؟ فارس مردش، فضل باصص قدامه. في نسمة هوا باردة ظهرت فجأة والجو بقى تلج وهم في عز الصيف، لدرجة إن أمير مسك كتافه بإيديه الاتنين. لكن فارس ما استغربش، زي ما يكون متعود. قام بهدوء وجاب شوية خشب وفرشه قدامهم وولع فيهم النار. أمير فضل يبص حواليه كأنه بيدور على مصدر البرد وبقى متلبش. فارس قال له: ما تاخدش في بالك، ما تركزش عشان ما تتأذيش. حرك راسه في توتر من غير ما يرد، وفارس سأله: ها نكمل الحكاية؟ أيوة طبعا كمل. دخل الفندق 10، خرج منه 7. كان في 7 أصحاب مش بيفرقوا بعض، ملهمش لا شغلة ولا مشغلة، طول الليل والنهار بيتسرمحوا هنا وهناك، وكل فترة بيطلعوا طلعة كده، واليوم ده قرروا يعملوها. لاحظوا هم في مواصلة 3 شبان صغيرين، شبان شيك كده، نفس البراءة والسذاجة اللي باينة على وشك كده. لفوا حواليهم وصاحبوهم، كلمة من هنا على كلمة من هنا، قالوا لهم إنهم يعرفوا مكان حلو ومهجور بيروحوا يشربوا فيه سجاير ويقضوا فيه الوقت. العيال الصغيرة اتحمسوا سألوهم إذا كان ينفع يروح معاهم، وال7 طبعا رحبوا. المكان ده كان إيه؟ الله يفتح عليك، المكان ده كان الفندق. ما طبعا شايفين شباب أكبر منهم روش وأشباح وفاكرينهم كسيبة بموبايلاتهم وسلاسلهم الذهب، قالوا من جور السعيد يسعد، فطبعا دخلوا وراهم الفندق بدون تفكير. اللي ما كانش الشبان الصغيرين يعرفوه هو إن اللي جمع ال7 دول كان الضمير الميت والاستعداد إنهم يعملوا أي حاجة علشان الفلوس، وإنهم ياما ثبتوا وقتلوا عيال علشان يسرقوهم وده مصدر رزقهم. وده بالظبط اللي عملوه في ال3. زقة لكل واحد فيهم كانت كافية. هم أصلهم جم قبل كده وكانوا حافظين مكان الحفر. كل اللي عملوه إنهم بعد ما هددوهم وقلبوا منهم موبايلاتهم ومحافظهم، زقوهم في الحفر العميقة علشان يقعوا من ارتفاع أدوار ويموتوا على طول. وبكده ال7 خرجوا وسابوا وراهم ال3. أعوذ بالله، أعوذ بالله. مش بقولك يا ابني شياطين الإنس ألعن وأضل سبيل من شياطين الجن. طيب الوقت اتأخر وإحنا داخلين على الفجر، خلاص كده أنا أخدت كفايتي من القصص، هتكل أنا على الله. عين العقل يا ابني، عين العقل يا أمير. قام أمير وساب فارس مكانه. فارس فضل قاعد شوية، بس في حاجة قومته. الحدس الأمني بتاعه بيقول له إن في حاجة مش تمام. مشي في اتجاه مدخل الفندق ورفع كشافه الكبير وشاف من بعيد أمير. أمير سهاه ودخل الفندق، ضحك عليه، نيمه، حسسه إنه شبع من القصص بتاعته وما بقاش محتاج يدخل. الوغد الصغير. وده كان وقت الشغل الحقيقي. لازم كان يخرج أمير من جحر الأفاعي ده ومفيش قدامه وقت كبير. الشيفت بتاعه كان فاضله بس ساعة. أمير لما تسلط عليه ضوء الكشاف لف وشاف فارس وعرف إنه اتقفش، علشان كده سرع خطواته لأنه مش عايز فارس يمسكه. كل ده
وهو مشغل اللايف على تيك توك. كان بيجري وبينهج وهو بيتكلم ومعاه الكشاف الصغير بتاعه وبيشرح للناس اللي شايفه، ولكنه فجأة وقف مكانه، واللي وقفه كان الصوت اللي سمعه. معقول؟ لحقه؟ فارس وصل له خلاص؟ لكن الصوت كان غريب، مش صوت واحد، دي أصوات متداخلة، أنفاس جامدة وصوتها عالي ومزعجة جدا، ومعاها صوت لحد ضخم بيتمطع كأنه مارد من قصص السندباد البحري. أمير لف وراه بحذر وما لقاش حاجة. يعمل إيه؟ يرجع تاني ويخرج من الفندق؟ لا، هيكمل. عناده خلاه يكمل، وبالعكس ده جري أكتر لما لمح فارس جاي من بعيد وغير مساره علشان يتوهه. هي يا بيضة، رايح على فين؟ وقعت ولا الهوا اللي رماك؟ أمير طلعت منه صرخة من الخضة، وده علشان خبط في واحد وهو اللي قاله الكلمتين دول. شكله كان مريب، ابتسامته وطريقة كلامه ووشه الشاحب وعينيه البارزة. أمير مردش عليه، فضل مبرقله وهو بيبعد ومش عارف يتلفت ويمشي عدل. رقبته ملوحة، وفي الآخر بص قدامه وسرع من الجري. فارس وصل عند نفس الراجل وسأله: الولد عدى من هنا مش كده؟ تاني انت؟ هو احنا ما وراناش غيرك؟ تاني انا، وبسألك عن الواد راح فين؟ لساك يا فارس بتحاول تنقذ العيال اللي بتدخل الفندق؟ ايوه لسايا بنقذهم، والمرة دي هنقذ الواد ده، يعني هنقذه، ده عيل صغير. هما اللي بيختاروا يدخلوا الفندق، انت مالك؟ ما تسيب اللي عايز يدخل، بتتعب نفسك انت على الفاضي. وانت عاجبك قعدتك كده؟ عاجبك ان المكان المقطوع ده بقى بيتك؟ لا، بس هتعمل ايه في دماغ الناس؟ دماغهم دي بتاعتهم، الجزء اللي يخصني اني اخرجهم. ما انت شوية بتنجح وكتير بتفشل، لكن المرة دي هنجح، هجيبه. هو انت بتلف وتدور ليه؟ شفته ولا ما شفتوش؟ شفته يا سيدي، عدى من هنا. فارس سرع من خطواته علشان يلحقه، وفي نفس الوقت أمير كان بيتكلم مع الجمهور وهو مشغل اللايف. زي ما انتوا شايفين الحيطان سودة، الأوضة دي مثلا زي ما تكون مدهونة من الأول بالأسود، مش ممكن. لكن في أوض تانية ماسكة نفسها عن كده شوية، حيطانها رمادي، وفي أماكن تانية شوية من الحيطان متاكلة وشوية لأ. انتوا سمعتوا معايا الأصوات من حبة مش كده؟ أقسم لكم إن مفيش حد معايا، وأكيد انتوا كمان ما لقيتوش مصدر للصوت زيي. عمو، أنا عطشانة. ده كان صوت طفلة صغيرة ظهر فجأة. من الخضة أمير وقع الموبايل وبعدين رفعه تاني وفضل يبص حواليه. الكلمة اتكررت مرة تانية: عمو، أنا عطشانة. جاي منين الصوت؟ من هناك، صح؟ أهي ظهرت بنت صغيرة، لقاها واقفة قدامه. كان منظرها صعب، فستانها كله متخرم وشعرها متقصف وليه أطوال مختلفة، كأنه مقصوص بطريقة بشعة، أو محروق زيه زي الفستان. أمير حط إيديه على ركبه وتناهم علشان يوصل لطولها، وبعدين قال: انت ايه اللي جابك هنا؟ وجيتي هنا لوحدك ازاي؟ هزت كتفها وحركت راسها كأنها بتقول معرفش، وكررت نفس الكلمة: عمو، أنا عطشانة. رد عليها: معرفش، ممكن أجيب مية منين؟ في ناس كتير بتيجي هنا، جايز حد ساب إزازة مية ولا حاجة. استني هدور. مشي كام خطوة بعدها لكنه ما كملش، وده علشان حس بحاجة. لف وراه ما لقاهاش، اختفت تماما. مش ممكن تكون مشيت بالسرعة دي، ما كانش ليها أي أثر. وبعدها سمع صوت بينده عليه وبيقول: يا أمير ارجع، يا أمير ارجع قبل ما تتأذي. ده كان صوت ميزه كويس، طبعا هو كان عارف مين صاحب الصوت. ده فارس، كان بيزعق من بعيد وكان بيدور عليه. لكن برضه أمير مرجعش وفضل مكمل في طريقه. وصل الأوضة وفضل واقف متسمر لما لقى 2 قدامه قاعدين على الأرض. كانوا متقوقعين في نفسهم زي صدف البحر، وضعياتهم غريبة. تلقائيا كده ما خطاش خطوة كمان. ما كانش عايز يلفت انتباههم، لكن للأسف ما نجحش، علشان بعدها بثواني رجله اللي اتحركت حركة بسيطة داست على حاجة عملت صوت طقطقة. بصلها ولقاها حقنة من إياهم. الاتنين رفعوا راسهم في نفس الوقت. منظر عينيهم وهيئتهم بتقول إنهم مدمنين، والحقنة دي بتاعت حد فيهم. أمير لما ركز لقى حواليهم حقن كتير مرمية، وفجأة تسلل لقلبه الرعب. كان لازم يتحرك فورا. رجع بظهره ومن الخوف اتكعبل ووقع. هم بقى كانوا بدأوا يتحركوا في اتجاهه، بيبصوا له كأنه فريسة وعلى وشك يهجموا عليها. بالعافية لم نفسه وقدر يقوم وجري بأقصى سرعة. جري كتير قوي وما كانش ليهم أثر وراه، ومع ذلك كان لسه مذعور، وذعره ده هو اللي كان هيوقعه.
لحق نفسه على آخر لحظة. كان هيقع في منور من المناور العميقة، كان هيفقد توازنه لكنه تماسك، لكن موبايله فلت ووقع منه. الحفرة كانت عميقة لدرجة إنه سمع خبطة الموبايل بعد وقت. فتح كشافه وما كانش قادر يشوف القاع من بعده، لكنه شاف حاجة تانية. شاف حتة قماش متعلقة من على مسند متثبت في أول المنور، كأنها اتقطعت من قميص، وافتكر قصة الشباب اللي رموا ال3 ضحايا. ممكن جدا تكون دي حتة من هدومهم اتشبكت وهم بيقعوا في الحفرة، أو ضحايا تانيين ما يعرفش عنهم حاجة. أنفاسه بقت سريعة، اترعب من المنظر والفكرة نفسها. يا ترى إيه ممكن يكون في القاع؟ وكان لازم يجيب الموبايل غالي وأهله مش هيسامحوه، بل خلينا نقول إن أهله مش هيعرفوا يجيبوا له غيره. وقتها فارس ظهر، والأول مرة أمير يبقى مطمن لما يشوفه. فارس قال له: مالك؟ أنت كويس؟ العرق كان بينزل نقط من على وشه. حرك راسه من فوق لتحت وقال: أيوة، بس الموبايل وقع مني. وقع فين يا أخويا؟ في الحفرة الكبيرة. طيب لو جبتلك الموبايل بتاعك تمشي؟ لا. تجيبه ازاي؟ ده بعيد قوي. لو جبتهولك تمشي؟ أنا أصلا مش عايز أقعد، أنا عايز أمشي من هنا، بس عايز الموبايل. فارس قرب من الحفرة بالكشاف، وأمير قلبه كان هيقف من المنظر. قلبه كان هيقف ليه؟ لأن ببساطة فارس نط في الحفرة. أمير جري على حرف الحفرة وما سمعش أي صوت. مفيش صوت وقع، صمت تام، ولا أي حاجة. الدنيا كانت هادية تماما. حصل له حاجة؟ كده الشخص الوحيد اللي أمير كان حاسس معاه بالأمان اختفى، وفي الغالب اتأذى أذى كبير. هيرجع ازاي المسافة دي كلها؟ هيخرج من الفندق الملعون ده ازاي؟ خد يا سيدي الموبايل. أمير اتفاجئ بيه جنبه بيمد ايده بالموبايل، محسش بحركته تماما. جه منين وجه امتى ده؟ الشاشة كان فيها شوية تكسير، خطوط بالعرض كده يعني، لكنه كان شغال. من غير كلام فارس مشي ومن وراء أمير. فارس طلب منه يتجاهل أي أصوات بيسمعها وما يلتفتش لأي حاجة بيشوفها في طريقهم للمخرج. وده اللي حصل بالظبط. أمير شاف ناس شافهم قبل كده وسمع أصوات مألوفة، وبرضه شاف وسمع ناس جديدة، وزي ما قال له فارس تجاهل كل ده لحد ما خرجوا من الفندق. الشمس كانت بدأت تظهر على خفيف. فارس بص للسما وبابتسامة قال: الشيفت بتاعي قرب يخلص. أمير سرح شوية، لسه كان هيشكر فارس، لكن لما بص جنبه ما لقاهوش. فارس اختفى. بص أخيرا للفندق، باين عليه ساكت قوي، عكس حقيقته اللي بيدور جواه. ما كانش متخيل إنه هيبقى مبسوط كده إنه يسمع صوت العصافير والخطوات بتاعت الناس القليلة اللي ماشية في الشارع، وما كانش متخيل إنه هيشوف الحاجات دي وكأنها نعمة كبيرة جدا. وهو بيتمشى قرر يفتح الفيديو اللي صوره ويشوفه من الأول. فتحه، بس التصوير كان غريب. كل الفترة اللي قضاها بره الفندق قبل ما يدخل ما كانش فيه فارس. شاف النار بس وهي بتولع، وهو كان قاعد بيتكلم ومحدش بيرد عليه. وجوه الفندق كل المناظر والحفر والحيطان وكلامه هو باين، بس مفيش حد من اللي شافهم ظهر في التصوير. لا الراجل اللي رحب بيه أول ما دخل، ولا البنت الصغيرة. مفيش غير الاتنين المدمنين اللي لقاهم في أوضة صغيرة وهجموا عليه. دول بس اللي كانوا باينين. لحد المشهد بتاع الحفرة الكبيرة والقميص المقطوع كل ده باين، لكن فارس برضه ما ظهرش في التصوير. وأمير كان زي ما يكون بيكلم نفسه، والموبايل بتاعه اللي كان جايبهوله كان بيتحرك لوحده في اتجاه ايديه. ايه معنى الكلام ده؟ يوم 12 يوليو 2013 هو الخط الفاصل ما بين عهد وعهد. الساعة 12:03 بالليل، بعد استلام فارس الشيفت بتاعه بتلت ساعة بس، بيبدأ الحريق في فندق من أشهر فنادق مصر في منطقة اللبيني. شعلة صغيرة مش معروف مصدرها ولا ابتدت منين، اتحولت في مفيش لشجرة نار كبيرة محدش عارف يقف قصادها ولا قادر يسيطر عليها. اللي نجيوا 23 شخص، وفارس ما كانش منهم. دخل ينقذ بنت كانت بتصرخ وما قدرش يسيبها. آخر حاجة حس بيها هي جزمته اللي بتدوب ومعاها جلده. مات هو والبنت وهو شايلها، بس بطريقة ما فضل في المكان. أوقات كتيرة بينسى اللي حصل له، بيبقى فاكر إنه لسه عايش، وأوقات تانية بيفتكر. في كل الأحوال بيكمل شغله وبيعمله على أكمل وجه،
بيتولى شيفت نص الليل وبيحاول ينقذ الناس اللي بيتسللوا جوه الفندق على قد ما يقدر. في منهم بيقدروا يشوفوه ويسمعوه، وفي لأ، زي البنت اللي اتخطفت من بعد حريق الفندق على طول. الشباب اللي خطفوها شافوه وترعبوا، علشان كده سابوها وجريوا. كانوا عارفين إن في حاجة مش طبيعية، كانوا عارفين إنه مش بني آدم. 2 منهم ماتوا ووقعوا في حفرة وواحد هرب. أما البنت فما كانتش شايفاه ولا سمعاه، ما كانتش حاسة بيه تماما لحد ما زعق لها بصوت عالي، ووقتها حست إن في حاجة غلط. ما كانتش عارفة الصوت ده جاي منين، لكنها مشيت معاه واتبعت تعليماته بالحرف لغاية لما خرجت من الفندق. اللي قال لأمير وقعت ولا الهوا اللي رماك، ده واحد منهم، واحد من اللي وقعوا في الحفرة وماتوا، لكنه فضل ساكن في المكان زيه زي فارس. وكل مرة فارس بيحاول ينقذ فيها حد كان بيعاتبه وبيلومه على محاولته لإنقاذ الناس. البنت العطشانة اللي فجأة ظهرت لأمير هي البنت اللي حاول فارس ينقذها لكنه مات معاها، ولسه لحد دلوقتي بتظهر للناس وتطلب مية. أمير طبعا ما كانش هيعمل حاجة بالفيديو اللي معاه، محدش هيفهمه، لكنه استوعب الفوضى اللي حاصلة جوه، أو يعني استوعب إن في فوضى وإن الأحياء يخوفوا زيهم زي الأموات بالظبط ويمكن أكتر. كل ده بيحصل جوه الفندق، ولسه فارس برغم كل حاجة بيعمل شغله، لسه مسؤول عن شيفت نص الليل.